أصعب موقف واجهته في هذه الرحلة كاملة ديال صوفيا طاروني هو الحرمان ديالي من الأب ديالي مدة من 2018. ما شفتش الأب ديالي، ما سلمتش عليه، ما قدرتش نمشي ليه، لدرجة أنني مشيت حتى الحسيمة ودزت حتى دار الطوموبيل بالليل غير باش نشم ريحته وما شفتو ما والو، ورجعت بحالي لتركيا. وبصراحة ندمت، وشحال مرة كنقرر أنني نرجع لنوفل وكنتراجع، تنقول باقي الوقت. شنو هي باقي الوقت؟ باقي المال. شوف المال هو اللي غرني، تنقول باقي خصني ندير المال، باقي خصني ندير هادي، باقي شي حوايج ما وصلتش ليهم. هذا هو السبب اللي خلاني أنني ما نتراجعش ونرجع لنوفل. أما أنا من نهار خديت الفكرة والعام الأول تنقول غنرجع للأصل ديالي، من العام الأول وأنا كتراودني نفس الفكرة، ولكن تعطلت. كما قلت لك السبب هو المال.